السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى أنكم تكونوا في أحسن الأحوال، ومرحبا بكم على قناة تسنيم تيفي. اليوم بمشيئة الله غنشارك معكم حلوة دوازاتاي كتجي خطيرة بمعنى الكلمة، مذاقها غزال بزاف، مكونات بساطين متوفرين في أغلب المنازل. غادي نحضروا حلوة اللي زوينة سريعة سهلة، كتعطينا كمية كتيرة غادي تنفعنا للضياف أو للوليدات. كنتمنى أنكم إلا جربتوها تردوا عليا في التعاليق، وما تنسوناش فضلا منكم لايك للفيديو، كذلك شاركوه مع الأهل والأصدقاء وعبر كل مواقع التواصل الاجتماعي. على بركة الله ندوزو لتحضير الوصفة. وغنحتاجو في المكونات الزبدة. عندي هنايا 4 ديال الزبدة يعني 250 غرام. انا هنايا استعملت زبدة مارغرين نوع اطلس، ممكن تستعملوا الزبدة ديال العبار يعني سبيسيال او لا اي نوعيه اخرى كتفضلوها. غادي نضيفوا كذلك القليل من الملح بالنسبه للزبده، فدائما ضروري انها تكون بدرجه حراره المطبخ. كنضيف 2 كيسان ديال سنيده العبار بكاس العنبه، ما يعادل 240 حتى 250 غرام ديال السكر حبيبات. وغنضيف عليهم كيس ديال السكر بنكهه الفاني وزن 8 غرام. ممكن تنكوا باي شيء كتفضلوا، يعني نكهه طبيعيه او اصطناعيه كيبقى لكم الاختيار. بالنسبه للزبده انا هنايا غادي نضيف عليها مباشره البيض، لان الزبده كيف ما كتلاحظوا عندي لينه، ما غاديش نحتاج انني نخدمها مزيان هي وسنيده. لكن الا كانت الزبده شويه قاصحه ضروري انكم تخدموها مع سنيده مزيان حتى تطلق، عاد تبداو تضيفوا البيض بالتدريج. بالنسبه للحبات ديال البيض عندي 4 ديال الحبات ديال البيض، يكونوا كبارين. البيض حتى هو كيكون بدرجه حراره المطبخ. غادي نخلط هاد المكونات مزيان حتى غادي يندمجوا ليا مع بعض. واهم شيء ان الزبده ما يبقاوش فيها داك الكويرات، يعني تذوب تماما ويولي الخليط بحال الكريمه. بالنسبه للسكر فمن الافضل انكم تستعملوا سكر للحبيبات ديالو يكونوا رقاقين، او لانكم تغربلوا سنيده قبل ما تستعملوها. هنايا لتسهيل هذه العمليه هذه ممكن انكم ديروا الخليط في هاشوار او لا ديروه في الكاس ديال المونينكس وتطحنوا مزيان الا ما بغيتوش انكم تبقاو عاد دلكو بيديكم. غادي نضيف الزيت. بالنسبه للزيت غادي ندير 2 كيسان العبار بكاس ديال العنبه، ما يعادل 300 حتى 320 مليلتر. كيف ما لاحظتوا ضفت الزيت بالتدريج المره الاولى والمره الثانيه وانا كنخلطو حتى كيندمج ليا داك الزيت مزيان مع باقي المكونات. لكن الا كنتو غادي تستعملوا الزبده ديال العبار سبيسيال يعني من الاصل الحيواني، غادي تكتفيو غير بكاس واحد ديال الزيت يعني 150 مليلتر صافي، باش ما تجيش كتطلق لكم الزيت بزاف وتجي كتفرتت. من بعد غادي نضيف واحد الكاس ديال الماء الزهر، او ممكن تضيفوا ماء عادي، او ممكن انكم تضيفوا كاس ديال الماء معاه كيس بنكهه الزهر كيعطي مذاق زوين بزاف. صافي غادي نخلط الخليط مزيان حتى كيندمج داك الماء. من بعد كنبدا نضيف الدقيق بالتدريج. بالنسبه للدقيق راه بطبيعه الحال راني مغربلاه من قبل عاد كنستعملوه. من بعد ما ضفت غير كميه قليله ديال الدقيق، هنايا غادي نبدا نخدم العجينه بالكف ديال يدي مزيان، لانني كيف ما شاهدتوا زربت على الزبده في الاول ما خدمتهاش مزيان، بقاو داك الكرات ديال الزبده. فهنايا عذباتني في الخدمه، شدت ليا في الوقت. حاولوا انكم تخدموا الزبده في الاول مزيان باش ما تعذبكمش منين تكونوا كتضيفوا الدقيق. صافي غادي نخدمها حتى ما غاديش يبقاو ليا داك الكرات ديال الزبده. صافي هنا الخليط تخدم ليا ما بقاوش داك الكرات ديال الزبده. غادي نضيفوا واحد الكاس عامر ديال كاوكاو اي الفول السوداني محمر ومطحون، ماشي تكنيلوه، ممكن انه غير يتهرمش واحد شويه. تقريبا واحد 100 غرام حتى 120، المهم الكميه كتبقى على حسب اللي بغيتو نتوما تضيفوا. ممكن انكم تعوضوه كذلك بالكوك محمر حتى هو كيجي زوين بزاف، او ممكن انكم ديروا بسكوي حتى هو كيجي زوين مذاقه. صافي غادي نبدا نضيف الدقيق بالتدريج، وكنضيف 2 اكياس من خميره الحلويات وزن 8 غرام، يعني الاجمالي هو 16 غرام من الخميره ديال الحلوى. بالنسبه للخمارات انا هنا ما غربلتهمش لان عندي الخميره جديده ما مكوراش، لكن من الافضل انكم تغربلوها قبل ما تضيفوها على الدقيق. صافي غادي نبدا نضيف الدقيق كذلك بالتدريج ونبدا نخلط حتى غادي نتحصل على عجينه تكون لينه، ما قاصحاش بزاف وما خفيفاش بزاف.
وبالنسبه للعجينه راه ما كندلكوهاش، كنبقاو غير كندخلوا داك الدقيق في العجينه على هذا الشكل كيف ما هو موضح في الفيديو. وها القوام ديال العجينه اللي تحصلت عليه، عجينه اللي كتكون رطبه، يعني كنشكلوها بكل سهوله، ما تكونش قاصحه وما تكونش خفيفه. صافي غادي نبدا ناخذ هكا كرات، ممكن انكم توزنوهم اللي بغى يوزنهم، انكم ديروا فيهم 14 15 غرام، ولا ديروا عينكم ميزانكم اللي كتفضلوه. بعد ما كنشكل هكا الكره كنديرها في الكوك وسنيده. هنا عندي واحد الكميه قليله من الكوك، ممكن كذلك انكم ديروا كاوكاو سنيده. بالنسبه للسنيده او السكر حبيبات، حاولوا انكم ديروا داك السنيده اللي كتكون غليظه، اللي غربلتوها في الاول حيدوا الرقيقه استعملوها في الخليط يعني في العجينه، وداك الغليظه اللي غتبقى لكم هي اللي غديروا هنا في التزيين. صافي كيف ما كتشاهدوا كندير هكا الحلوه وكنشكلها بهذا الطابع هذا، وكنديرها في الصينيه ديال الفرن. ممكن انكم تحطوها في الصينيه ديال الفرن عاد تضغطوا عليها اللي جاكم اسهل، ممكن انكم ديروه. ومن بعد ما كنكمل تشكيل الحلوه ديالي كامله، غادي ندير حفيره هكا في وسط الحلوه، غير بالاصبع ديالي كنضغط مزيان على داك الوسط ديالها باش كتشكل ليا حفره. صافي هاد الحفيره هادي ممكن انكم تطيبوها عاد تزينوها بالشكلاط، او ممكن انكم ديروا فيها الشكلاط حبيبات من الاول، او ممكن انكم ديروا المربى كيف ما درت انا. فانايا استعملت مربى ديال الدلاح اللي كيجي زوين بزاف في المذاق. الا بغيتوه الفيديو ديالو نشاركو معكم، خليوها ليا في التعليق ونزدو لكم ان شاء الله تعالى. المهم كنعمروا هاد الحفيرات كاملين، كندخلوهم الفران اللي كيكون درجه الحراره ديالو متوسطه، كنخليوه حتى كتحمر لينا. ودائما الحلوه الا بغيناها تجينا زوينه ومقرمشه من الداخل، الفران نطيبوه على اقل درجه حراره باش كتجينا مذهبه وكتجي طايبه وكيجي اللون ديالها موحد. وكيف ما كتشاهدوا هذا هو الشكل ديالها من بعد ما خرجتها من الفران. فبصراحه كتجي زوينه 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 بزاف، كتعطينا كميه كثيره بزاف. نتمنى انكم تجربوا الوصفه وتردوا عليا في التعليق فضلا منكم. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو. الى لقاء اخر ان شاء الله تعالى مع وصفه جديده. وإلا كنتي اول مره كتزوري القناه ما تنساوش انك تضغطي على زر الاشتراك وتفعلي الجرس باش يوصلك الجديد. دمتم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله.